4 خطوات لو عملتهم هتخلي يومك يومين. الجزء الثالث، تالت خطوة هي انك تانرجايز او تنشط ذاتك، هي انك تحاول ترجع لحياة الانسان الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، اللي تخلي عندك الطاقة اللي تقدر تعمل بيها المهام اليومية المختلفة، وتقدر من خلالها تطبق الخطوتين اللي اتكلمنا عنهم في الجزئين اللي فاتوا. وده هتعمله عن طريق 6 حاجات. اول حاجة هي الرياضة، وهي انك تمارس الرياضة على الاقل من 20 ل 30 دقيقة يوميا، لو حتى هتتمشى فيهم. وده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تطور من قدراتك العقليه، انك تاكل اكل صحي، اكل طبيعي فيه خضروات وفاكهه بشكل كبير، تحسن طريقه استخدامك للكافيين، ما تشربش قهوه او شاي اول ما تصحى عشان تخلي فرصه لجسمك يفرز الهرمونات اللي بتساعدك في انتاج الطاقه طول اليوم، ولا تشربهم بالليل لان ده ممكن ياثر بشكل كبير جدا على جوده نومك. خلي دايما الوقت اللي بتشرب فيه القهوه او الشاي يبقى من الساعه 12 لحد 2 الظهر. تحاول تاخد فتره نقاهه من تليفونك، تعزل نفسك عن السوشيال ميديا، روح مكان طبيعي تتمشى فيه، حاول ترجع للحياه الطبيعيه اللي كان بيعيشها الانسان قبل السوشيال ميديا، تكون علاقات حقيقيه على ارض الواقع. ده هيحسن من صحتك النفسيه بشكل كبير جدا. تنام نوم عميق، تقلل استخدام الانوار واي نوع من الشاشات المختلفه على الاقل من 3 ل 4 ساعات قبل النوم. خلي الاوضه اللي بتنام فيها هي اوضه النوم وبس، ما فيهاش اي مصدر للضوء. وما تنساش اللايك والفولو وانك تشوف الاجزاء اللي قبل كده.